السلام عليكم. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ كل سنه وانتم طيبين ويا رب تكونوا دايما بخير. وحشتوني جدا جدا. فيديو النهارده مميز جدا. لو عندك ورق عنب بقاله سنه او اكتر في الفريزر طلعيهم وتعالي نعمل مع بعض ألذ وصفه محشي ورق عنب باللحمه، وهتعمليه في الصينيه من غير كركبه ولا اي حاجه، وان شاء الله هتعملي شويه محشي دايبين زي الزبده بخلطة رهيبة. مش هتعملي في حلاوتها بجد، كان يجنن، وهتعرفي سر اللمعة والتسوية المظبوطة وكمان المقدار المظبوط. ولو عايزة تعرفي طريقة كمان تخليكي أسرع واحدة في لف المحشي يبقى لازم تتابعي الفيديو ده معايا للآخر، لان بجد الفيديو مليان تفاصيل واسرار محدش تاني هيقولها ليكي. ولو انت استاذة في المحشي وعمايل المحشي هتستفادي ولو معلومة واحدة من الفيديو ده، وهتفرق معاكي ان شاء الله. ولو انت اول مرة تشوفيني يا ريت لايك واشتراك وتشيري الفيديو ده على قد ما تقدروا. ويلا نرتب افكارنا ونقول بسم الله ونصلي على رسول الله ونبدأ الفيديو مع بعض. اول حاجة انا بحب اتبل اللحمة بتاعتي وابتدي فيها قبل ما اعمل اي حاجة علشان تكون جاهزة معايا. دي ميه بصل. انا بصراحه كنت قبلها بتبل كفته وكنت حاطه صفيت ميه البصل، وكان مع البصل فلفل احمر، فهو عشان كده كان لونه احمر. وحطيت كل البهارات اللي عندي، ملح وفلفل وتوم باودر وبصل باودر وبهار مشكل وبهار لحمه وكزبره وشطه وبابريكا. وكان في اللي هناك ده كان ورق لوري كده مطحون، بحطه دايما على بهارات اللحمه، يعني على اللحمه لما باجي اسويها. نزلت عليهم بمعلقه كبيره دبس رمان وقلبتهم كويس جدا مع بعض. وهنا نزلت بمعلقه كبيره من المستردة اللي هو الخردل وقلبت كويس فيها. هو بصراحه بيدي اضافه حلوه قوي للتتبيله دي وبيخلي كده الطعم مزز وحلو. انا على طول هنزل التتبيله على اللحمه واعمل لها زي مساج كده، يعني ادخل كل التتبيله في اللحمه. انا في العاده بكون مقطعه لحمه معينه كده اللي هو ورق العنب باللحمه، بتكون رقيقه شويه يعني مش بتكون فيها عظم او كده. لكن للاسف لما طلعت طبق اللحمه لقيته اللي كان فيه عظم، يعني مش كان ده، بس قلت مش مشكله همشي الموضوع وان شاء الله هتبقى كويسه. والحمد لله كان طعمها حلو جدا. يعني انا قلت اتصرف، وطالما خلاص قلت هعمل محشي ورق عنب يعني هعمله خلاص باللحمه، يعني هعمله باللحمه. سيبها شويه على جنب ومعايا هجيب 3-4 بصلات حلوين كده كبار وهضربهم في الكبة، بس مش هنعمهم قوي يعني ولا خشن ولا ناعم، يعني في الوسط كده. وهنزل في الحلة بتاعتي بمعلقة كبيرة سمنة على زبدة على زيت، يعني انا بصراحة بحب اشتغل بالثلاث حاجات دول. وبعدين هنزل بالبصل بتاعي وادبله كده بسيط، وبنزل بالبهارات بتاعتي ملح وفلفل وكزبرة وبابريكا وشطة لو عاوزة ومعلقة سكر، وبديهم تقليبة حلوة كده. وبنزل عليهم بمعلقتين كده حلوين من الصلصه الجاهزه دي، بتديلها بصراحه طعم حلو قوي. واحنا اصلا متعودين عشان عندنا مثلا بره بتكون الطماطم مش زي مصر كده بتكون حمرا، لا، فبنضطر ان احنا نحط صلصه جاهزه. لان شوفي شايفين الطماطم اللي انا ضربتها، كنت ضربت طماطم معاه فلفل اخضر كده، فعملت شوفي اللون، مش مفيش لون طماطم بتاعتنا دي خالص. فالصلصه ضروري معانا، لازم نحط صلصه جاهزه. وبسيبها خالص تطلع كل خلاص، يعني مش بحط لها اي حاجه تانية، بسيبها كده يعني بمعنى اصح تنزل كل الميه اللي جواها وتبقى كده تقيله بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. انا بحبها تكون كده تقيله وما بتبقاش مميميه علشان المحشي بتاعي يبقى حلو كده. وفي الوقت ده بروح اجيب بكون طلعت يعني ورق العنب بتاعي، كان عندي مده كبيره جدا يمكن معدي السنه في الفريزر. طلعته كده واستنيت عليه دقيقتين عشان يفك من بعضه. وكنت مسخنه ميه كده بتغلي وعصرت فيها عصره ليمون، وقمت منزله على طول في الورق العنب من غير ما اسيبه يفك بره ولا اي حاجه. نزلت فيه الورق العنب دقيقتين بالظبط، دقيقه ونص، وقمت قلبها على الناحيه التانية فك خالص، ما فيش اي حاجه، بطلعه على طول يعني ما بستناش عليه حاجه خالص. هنا خلاص كان كله فك يعني في بعضه، بقوم مطلعه على طول في ميه بارده بقى، اللي هي بتكون ميه ساقعه عندي او من الميه من الحنفيه، علشان يوقف السوا بتاعه وما يفضلش يستوى فيتهرى مني، يعني لانه اصلا في الفريزر وبيكون مهري اساسا. وده كان شكله ما شاء الله، كان لونه حلو جدا وما تغيرش ولا اي حاجه. تعالوا بينا بقى نروح على البوتاجاز على طول ونجهز الصينيه بتاعتنا اللي هنعمل فيها المحشي، اللي اصلا هنشوح فيها
اللحمه بتاعتنا، لان اللحمه ديت هتتشوح في الصينيه وخلاص. الصوص اللي هينزل بتاعها هيبقى ده الصوص اللي هيتطبخ فيه المحشي. فهنجيب معلقتين حلوين كده مليانين سمنه بلدي، ومعلقه زبده بقى، اي حاجه ايا كان، لكن انا بحب بصراحه السمنه البلدي في تشويح اللحمه او او اي محاشي عندي، بحب لازم احط سمنه بلدي. وبحط معلقه زيت عشان ايه ما تتحرقش معايا كده. انا حبيت اسمعكم صوت الطشه الحلوه ديت علشان تسمعوا وتعيشوا الاجواء معايا. هنزل بقى بكل كميه اللحمه اللي عندي، وهبدا اسيبها كده على النار تكرمل كده، تنزل كل الصوص بتاع هو ده المطلوب يعني، احنا محتاجين الصوص ده جدا في الصينيه بتاعتنا. شايفين اللون جميل ازاي؟ وخلاص اخدت لون، مش هتحتاج بقى طبعا تحمير ولا اي حاجه، لانها كل ده هيكون في الصينيه، فاحنا لازم نديلها اللون المظبوط. نزلت الصوص بتاعها، وطبعا كنت بقلبها على الناحيتين يعني. وبعدين اول ما خلصت نزلت عليها بشويه حلوين كده من دبس الرمان. اللي بيحب الورق العنب هيعرف يعني ايه دبس رمان مع ورق العنب، يعني مزازه، يعني طعم كده تحفه. طبعا بقى مع اللحمه كانها لحمه مشويه، كان حلو قوي بصراحه. يعني انا اصلا بعمل اللحمه المشويه بتاعتي اللي بتكون في الطاسه دي او في الحله، بعملها بالطريقه دي. يعني لو وقفت على كده يبقى عملت معاكي احلى صينيه لحمه مشويه جباره. بعدين ضفت معايا شرايح طماطم وشرايح بصل، ومعانا بطاطسايه كده بحب طعمها فيها، فقطعت معايا بطاطسايه، وحطيت قرنين شطه كده حلوين. اللي ملوش في الشطه طبعا ما يحطش، بس محشي يعني شطه يعني. وطبعا بكون مقطعاهم شرايح سميكة علشان تبقى ماسكة نفسها معايا. ودول الصوص ده كان شوية سبتهم متبقيين كده من التتبيلة بتاعة اللحمة، عشان اسيبهم معاه تديلها طعم كده، لسه يكون البهارات فيها، بدل ما بقى بضيف لها المية بضيف لها التتبيلة دي. وخلاص كده بشوحها شوية حلوين كده، يكون بس الخضار يدبل. بسيبهم كده ربع ساعة وخلاص. شوف الصوص الحلو اللي نزل ده، بصراحة كان ريحة تجنن. انا في الوقت ده خلاص هي استوت معايا وكل حاجة بقت تمام. هقول لكم على تركاية حلوة قوي. انا بجيب كده يعني فصين توم بفرمهم كده ناعم خالص، وبحطها على في الصوص ده، بيدي طعم رهيب للصوص بتاع اللحمة. جربوه بطريقتي واتمنى بجد تدعموني، وان شاء الله يعني هيعجبكم الوصفة لو جربتوها بالطريقة دي بكل التفاصيل بتاعتها. انا خلاص بعد ما حطيت التوم سيبتها دقيقتين بالظبط، وبعدين هو كده خلاص كان غلى خلاص، طفيت عليها على كده وهنسيبها على جنب. ويلا بينا نشوف باقي الخطوات ايه. انا هنا يعني جهزت كل حاجة بقى، قطعت الخضار بتاعي بصراحة. جبت كده ربطتين حلوين كده من الكزبرة، وربطة حلوة من الشبت، او ربطتين لو الربطة بتاعتك صغيرة لا كتري، انا بحب بصراحة اكتر فيها الخضار. يعني كده ربطتين حلوين كزبرة على ربطتين شبت، ولو في بقدونس ممكن تاخدي ربطة نص ربطة كده. وجهزت كل حاجة قدامي بصراحة، لان ايه يعني انا بحب انجز وفي نفس الوقت يكون كل حاجة جاهزة حواليا. يلا بقى نجهز خلطة الرز. اول حاجة طبعا بكون جبت الرز بتاعي وغسلته، مش بنقعه، انا بغسله على طول وبصفيه من مية تماما. وبعدين انت ممكن تعرفي ازاي مقدار الرز، هعرفك. لو هتعملي نص كيلو من الورق العنب بتستخدمي معاه كيلو من الرز. كيلو الرز بمقدار مثلا 5 كوبايات، اللي هي كوبايات الشاي دي، الكوبايات اللي بنشرب فيها الشاي، ممكن تاخدي منها 5 كوبايات لنص كيلو عنب. لو كيلو عنب هتستخدمي مثلا 10 كوبايات. هنزل فيهم ببولة عندي، وبعدين هنزل بكل البهارات اللي عندي، طبعا 7 بهارات، وبهارات محشي وبابريكا وشطة وكاري، وكان عندي مكعب مرقة دجاج، وطبعا بيدي طعم ونكهة حلوة جدا. وكمان سر من اسرار المحشي، لازم احط فيه معلقة مثلا من النعناع الناشف. وطبعا بحط كل البهارات، ممكن كمان بهارات لحمة وفلفل اسمر طبعا. وبعدين بنزل ببصلة مفرومة ناعم جدا، ودي طماطمايه برضو مبشورة. ادعكي بقى كل الحاجات الحلوة دي بايدك كده في الرز. طبعا الريحة لوحدها حكاية، طب ولا كنت لسه حطيت اي حاجة. بصراحة ريحة البهارات مع البصل
لازم تدعكيها كده كويس جدا، الريحة بتبقى حلوة قوي ما شاء الله. لوحدها كده تتاكل يعني. ودي شكلها من غير اي حاجة، كانت البصل المفروم والبهارات والطماطم المبشورة وفقط لا غير، ما كنتش لسه حتى حطيت ليها الصلصة ولا اي حاجة. بصراحة كانت ريحتها روعة. خدوا كمان السر ده وما تقولوش لحد عليه. معلقة كبيرة من الثوم المفروم، وتقلبي كده في الخلطة دي، بتدي ريحة ونتيجة نهائية بتبقى تحفة جدا. وبعدين بتضيفي معلقة من الصلصة وتقلبي فيها. كل الحاجات دي بتفرق جدا يا جماعة في الخلطة، ما تستهونوش بأي خطوة من الخطوات دي. ودي الصلصة اللي احنا عملناها هننزل بيها برضو ونقلبها كويس في الرز والخلطة بتاعتنا. وطبعا اهم حاجة انك تظبطي ايدك في الحاجة، خليكي خيرة كده. المحشي بصراحة بيحب الخير. الصلصة بتاعتنا كانت مالية الطبق، انا بحب طعمها وريحتها، وبحب بصراحة ادي كل حاجة حقها كده. ما شاء الله، شايفين والله. الريحة كانت حلوة جدا يا جماعة، جربوها بالطريقة دي مش هتندموا. حطيت عليها معلقتين كبار دبس رمان وقلبتها، طبعا ده عشان ورق العنب وبيحب المزازة. وهنا هنزل بكل الخضار اللي معايا واقلبه برضو كويس جدا، يعني كل حاجة كده تاخد حقها معايا في الوصفة دي. احب اقعد اقلب كده في كل حاجة تدخل وتمتزج مع بعضها كده. معلومة مهمة بقى، عشان المحشية تكون مفلفلة كده جوه ورقة العنب او ورق الكرنب او ايا كان، رش عليها كده رشتين حلوين كده من الزيت. تعالوا بقى على الخطوة المهمة ونعرف مع بعض ازاي بنعمل اكبر كمية من ورق العنب او المحشي ايا كان نوعه. نعرف ازاي نعمل كمية كبيرة في وقت قليل جدا. ممكن تجيبي مثلا على الرخامة بتاعتك او صينية او طبق ايا كان، وترصي اكبر كمية ممكنة من ورق العنب. وبعدين بتحطي فيه الرز، بترصي فيه الرز كده بالشكل ده. انا هنا رصيت الورق العنب بتاعي برصه على يعني الوش بتاعه اللي انا بحط عليه الرز بيكون الوجه الخشن، فيه وجه ناعم ووجه خشن. انا بحط الرز بتاعي على الوجه الخشن، بحط معلقة صغيرة كده من الرز. وبعدين بغطي الرز بتاعي بالورقة العنب، وبعدين بقفل من الناحيتين زي ما انتوا كده شايفين بالظبط. انا هنا جبت لكم من زاوية تانية علشان تقدروا تشوفوا معايا اكتر. بغطي الاول الرز، وبعدين بجيب من الجنبين الورقة من هنا من الجنب ده ومن الجنب ده، وبعدين بلفها ببرومة كده حلو، برمة كده يعني اللي هو يكون الصباع كده ماسك نفسه وجامد علشان ما يفكش معايا وانا بسوي المحشي. فعاملين ازاي؟ طبعا اما انت بترصيه كده على اي صينية او على اي حاجة بيوفر معاكي مجهود جدا. وطبعا انا كنت بعمل لكم بالراحه، يعني انا لما بحط مثلا على صينيه مثلا او على اي حاجه بيخلص معايا في وقت قياسي حلو جدا يعني. انا كنت بس بحاول اعمل لكم مثال كده على طبق. كل ما بتحطي مثلا كميه كبيره مثلا على صينيه او كده بتوفري وقت كبير جدا ومجهود كبير جدا، وبتلاقي نفسك خلصت في اسرع وقت. جربوا طريقتي في لف العنب بالطريقة دي، وبصراحة هتدعولي ان شاء الله، هتعجبكم جدا وهتسهل عليكم مجهود ووقت كبير جدا كان بيضيع. والله يا جماعة بصراحة المحشي ده مزاج، وخصوصا لف ورق العنب. في ناس كتير بتستصعبه وبتقول ان هو بياخد وقت وكده، لكن احنا بنحاول نسهل على نفسنا على قد ما نقدر. انا كنت اي حاجة كنت بحاول اعالجها، يعني ما فيش محشية اقول لا مش هتنفع، لا انت وانت بتعملي اشتغلي وحاولي عالجي الحاجة وحاولي تعاملي مع ورقة المحشي يعني. وطبعا عشان الورق ده بقاله مدة كبيرة عندي في الفريزر، ففي ورق كتير كان متبادل، بس الحمد لله قدرنا نسيطر على الموقف. كده خلصنا كل الكمية اللي معانا، وخلاص هنبدأ بقى نرصها في الصينية بتاعتنا على طول. بتجيبي الصينية اللي عملت فيها اللحمة بتاعتك وتبدأي ترصي كده الطبقات ورق العنب معاكي.
انا هعمل معاكم اول طبقة كده، هوريكم الطريقة ازاي. انا بحب ارصها بالشكل ده، يعني مثلا برص 4 عكس 4 على قد ما قدرت، لان طبعا اللحمة بتاعتي تحت، فكنت بحاول اعملها بالشكل ده. ده اول طبقة معانا كانت بالشكل ده. حبيت اوريكم الطريقة. على قد ما تقدري ترصي الصينية بتاعتك بشكل كويس ويكون مرتب، علشان ما يفكش منك المحشي وهو بيستوى. يعني انا بعملها ده الشكل النهائي بتاعها. كانت شكلها حلو قوي. وبحط عليها شرايح ليمون كده من فوق وخلاص كده. تعالوا بقى نشوف هنشرب المحشي بتاعنا بايه. طبعا انا ما كانش عندي شوربه، فهحط هنا ميه عادي مغليه عادي جدا، واوريكم الطريقه اللي احنا هنخليها طعمها حلو وبديل حلو قوي للشوربه. دول معلقتين صلصه شلتهم كده على جنب من اللي انا كنت عاملاهم للمحشي. حطيتهم كده معانا في الميه المغليه دي، وظبطت لها الملح بتاعها. وخلي بالك ما تزوديش الملح قوي، لانك لسه هتضيفي المرقه. مكعب مرقه خضار ومكعب مرقه لحمه بيديلها طعم حلو جدا وبديل كويس قوي للشرب. وطبعا لو عندك شوربه جاهزه في الفريزر تقدري تطلعيها وتغليها وتحطي فيها معلقتين صلصه وكده خلاص. انا هنا هنزل على المحشي بتاعي بالشوربه، بس هنفضل نهزها كده يعني شويه بشويه، لان هما سطرين وما ننساش ان في تحت لحمه وحاطينها، واكيد في فراغات كتير. فهنحاول نساوي كده الشوربه بتاعتنا ونفضل ننزل فيها لحد ما تتساوى معانا. انا هنا على يعني ما بخليش السطر يعني باين من الشوربه متغطي، لا، يكون باين بس مش متغطي على الاخر. وبغطيه بطبق يكون نفس حجم الصينية بتاعتي او الحل او اي حاجة انت حطها فيها. ده بيحافظ على المحشية ما تفكش معاكي. تعالوا بقى نعرف هنسويه ازاي. اول مرحلة خالص انا بكون معلية النار، بتكون وسط كده، وبعدين بسيبه اول ما يوصل للغليان كده زي ما انتوا شايفين. ببدأ اوطي النار شوية، يعني بعد تلت ساعة كده ببدأ ان انا اعمله شعلة بسيطة خالص عشان ما يتحرقش مني، وبعدين اسيبه يستوي على هادي خالص. وبعدين بربع ساعة او نص ساعة كده ابدأ اكشف عليه واختبره، اشوف درجة التسوية بالنسبة لي كويسة ولا اسيبه كمان. كل واحد ليه تسوية معينة، في ناس بتحبه ماسك شوية وفي ناس بتحبه يكون مستوي على الاخر. وانا هنا كنت فضل معايا رز حشيت بيه كده فلفل مشطشط، وكمان عملت بيه ممبار كان متبقي عندي في الفريزر، طلعتهم وفكتهم وحشيتهم. وفي الوقت ده كنت بقليهم كده. بصراحة الخلطة كانت رهيبة، وتقدري تعمليها مع كل انواع المحاشي، ومش ملتزمة بورق عنب ولا اي حاجة. هي خلطة لكل المحاشي وكانت تحفة جدا، خصوصا مع الممبار كان رهيب. كده خلاص كان استوى معايا، وشلت الطبق اللي كان بيمسكه من فوق كده، وخلاص شكله كان حلو قوي. يلا نقلبه مع بعض. قبل طبعا ما نقلب الصينية بتاعتنا لازم نخبط عليه من فوق كده، علشان لو في اي حاجة لازقة تنزل معانا بسهولة. كده خبطت عليه. يلا نقول بسم الله ونصلي على رسول الله. شايفين بقى الجمال والحلاوة دي؟ الريحة والطعم كان حكاية بصراحة. لو جربت بالطريقة ديت بكل التريكات وكل الحاجات اللي انا قلت عليها في الفيديو هتنبهروا بالطعم، وكمان هتشربك في العزومات وفي اي سفرة ليكي هتعمليها. شايفين صباع المحشي كان بيلمع ازاي، وكمان ماسك نفسه، وفي نفس الوقت كان مستوي على الاخر. واللحمة كانت مستوية جدا وكانت حلوة قوي. جربوها بطريقتي وهستنى رأيكم، وانتظروني في فيديو جديد على قناتي أطيب الوصفات. ولو أول مرة تشوفوا قناتي أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، واستنوني في فيديو جديد على قناتي. دمتم في أمان الله، مع السلامة.